اهلا وسهلا البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم فيديو جديده. بغيت نشارك معكم كيفاش تكون ريحتك فنه، ريحه النقاوه. نعطيك اسرار بمنتجات العنايه اللي هما رخاصين بزاف. غنشارك معكم كيفاش كنحافظ على الرويحه ديالتي اللي هي زوينه بزاف في هذا الفصل ديال الصيف اللي كتكثر فيه التعرق والحراره والريحه. يعني بهذا الروتين هذا الا تبعتي غتكون فيك واحد الرويحه اللي هي زوينه. نشارك معكم واحد الخلطات اللي هما زوينين طبيعيين كيردوا لو كور زوين، يعني فيه واحد لابريونس، واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف طول النهار وانت كتشم فيك ريحه زوينه بزاف برغم هاد الحراره. واخا تكوني كتمشي في الشمس ولا كتخدمي ولا كديري سبور ولا غتكون فيك واحد الرويحه اللي هي غزاله بزاف. اول حاجه البنات نشعل لكم بعد هاد الشميعه يا الشميعات ديالي باش غنديروا واحد الجو اللي هو زويون. هانتوما حنايا البنات نديروا واحد الجو اللي هو زويون، يعني هادشي راه كيطلع المورال. وكندير لكم واحد التحفيز باش حتى نتوما تنوضوا تقدوا الحاله وتدوري بالحاله يا اختي وتكوني انت هي هذيك، تكون فيك واحد الرويحه اللي هي غزاله بزاف. اول حاجه يا الزوينات ديالي غنشارك معكم واحد المقشر اللي هو زوين كيرد لكم الحمار طيطبه وكيعطيكم واحد لابريونس وكيعطيكم واحد الرويحه اللي هي غزاله بزاف. شنو كتحتاجوا في هذا المقشر؟ يعني راه طبيعي وزوين وغير من الدار ديالك، ما عندكش العذر انك تقولي لي ما عندكش مقشر والثمن ديالو غالي. وهذا راه اختي راه رخيص، راه غير من الدار. ها انتيا كتاخدي هنايا سكر سنيده حبيبات، سكر سنيده راه معروف. وها انت يا اختي الا عندك هاد المسك هذا راه هو زوين، يعني خدي اي مسك زوين كيعجبك الريحه ديالته، ماشي مهم الثمن ديالو. كل ما كان الثمن ديالو يعني شويه غالي كل ما كانت الجوده ديالته زوينه. نتوما عارفين الحاجه اللي هي غاليه راه كتكون فيها الجوده زوين بزاف. ونشارك معكم هذا المقشر اللي غادي يعطيكم واحد الرطوبيه واحد النقاوه واحد الرويحه كتشم فيكم، كيخلي هذا المقشر واحد لابريونس زوينه في اللوكور ديالكم. المهم ها نتوما كتاخذوا سنيده يعني المقدار اللي بغيتو نتوما كتاخذوا الجيل دوش ديالكم اللي متوفر عندكم. انا هنايا كندير دوف، نتوما اللي عندكم ديروه، ما تقيدوش بهاد المنتجات. انا اختاريت هنا دوف هو كيعجبني والريحه ديالته ديال الورد غزاله بزاف، يعني كندير فيه شويه. وكتاخذوا الكريم ادغاطون ديالكم. انا هنايا خديت فازلين فيها واحد الريحه اللي هي زوينه كتعاونكم على الجسم ديالكم باش يرطب. واللي ما متوفرش عندها الكريم ديري الزيت، يعني زيت جونسون او زيت جوز الهند. نتوما وكتخلطوا، يعني البنات هذا راه غادي نحكو غير هذيك الحكاكه ومن بعد نرجع لكم بلا ما نطول عليكم لا فيديو. هاني البنات حكيتو دابا، هانتوما ها اللي خليت فيه. يعني خذوا المقياس اللي يعجبكم، يعني هذا راه شويه قاصح ديروا فيه غير شويه راه كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه. صافي كنزيدوها البنات على هاد المكونات. يعني انا راه كثرت البنات. صافي وتتخلطوا كتخلطوا المكونات كاملين. وهذا هو المقشر ديالنا طبيعي اللي هو زويون، فيه واحد الريحه اللي هي غزاله كيعطي للجسم ديالكم واحد الريحه اللي هي فنه 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 وكدوم مده طويله. يعني بلا ما تشريو دوك المقشرات اللي هما غاليين بثمن باهظ، هذا مقشر زوين كيعطيكم واحد اللمعه في الجسم ديالكم وكيحيد لكم الجلد الاوزه. وهذا البنات ضروري الا كنتو باغيين تمشيو للحمام خذوه معاكم، ولا كنتو كتدوشوا في الدار يعني دخلوه في لادوش ديالكم وديروه قبل ما تغازيو. قبل الغازاج البنات ديروه لان هذا كيحيد جلد الاوزه وكيعطيكم واحد الملمس زوين. كتولي الحيمه ديالكم رطيطبه. البنات هذا هو المقشر اللي صيبنا، هاني غادي نديرو نطبقوا على يديا. هذا المقشر اللي كيعطيكم واحد لابغيونس كيعطيكم واحد الرويحه اللي غزاله بزاف
واحد الريحه كدوم فنه فنه فنه، يعني كتحسوا بواحد الانتعاش كبير. هكا البنات ديروه يعني بحركات دائريه وديروه قبل الغازاج باش كيعطيكم النتيجه اللي هي زوينه. والبنات والشعر الزائد اللي في الجسم ديالكم راه الا ما حيدتوش راه هو ما كيستقبلش يعني ديك الكريمات وما كيستقبلش الترطيب. ضروري ما تحيدوا الشعر الزائد اللي في لوكور ديالكم كامل. المرحله ديال الغازاج دابا من بعد ما درنا هذاك المقشر اللي كيحيد جلد الاوازه، ضروري من الغازاج باش تستقبلوا كريمات وتستقبلوا البرودويات اللي كديروا على البشره ديالكم باش كيعطيكم واحد الرويحه اللي هي غزاله وكدوم. يعني ملي كديروا الكريمه ديالكم وكديروا اولا زيوت ولا يعني كيشدوا فيكم وكيعطيكم واحد الرويحه اللي هي زوينه وكيعطيكم واحد النعومه يا البنات. يعني من بعد الغازاج راه البشره ديالتكم كتكون زوينه. دابا راه غادي نغازي ومن بعد نتلاقاو الزوينات. دابا غادي نستعملوا هذا الجيل ديال دوف شحال زوين فن، كيعطي واحد الرويحه اللي هي غزاله بزاف وكيحافظ لكم على النظافه ديال الجسم ديالكم، هو زوين بزاف. شوفي اختي على الرغاوي، الله على واحد الريحه شحال فنه 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 فنه. كنحس براسي المورال ديالي طالع. هانتوما كيعطي واحد الريحه شحال فنه فنه فنه. شوفوا الرغبه شوفوا الرغبه. ودابا غادي ندوزو على لي برودوي اللي غادي نستعملو. هما من دوف، كنحمق على دوف، كنحمق على شي حاجه اللي هي دوف فيها واحد الرويحه زوينه. هاد المنتجات هادو كيردوكم زوينين، كيردو فيكم واحد الرويحه زوينه بزاف. انا وليت كنحمق على هاد المنتجات البنات فنين، يعني كندوري نعيا وكنرجع لهاد الدوف. هانتوما جيل دوش اللي هو زويون وكبير، يعني راه عائلي. هذا من الورد راه كاين ديال الكوكو، كاين ديال الفاني، كاين ديال الخيار، يعني راه بروائح مختلفه وزويون. يعني هذا راه كيخلي فيكم واحد الرويحه زوينه بزاف، وريحه العرق راه ما تضرش بكم نهائيا، كيعطيكم واحد الثقه بالنفس. يعني هاد الضوء شنو كيدير؟ راه كيرطب وكيحيد لكم الروائح، يعني رائحه العرق ما كتبقاش فيكم. وزيديها يا اختي الترطيب والرويحه كدوم بزاف. ونشارك معكم حتى هذا المرطب اللي هو من دوف راه زوين بزاف. من بعد لا دوش، من بعد الغازاج، من بعد يعني ملي كديروا داك الروتين ديالكم كتحتاجوا لشي كريم هكا اللي كيكون ادغاطون، كيعطي واحد النتيجه اللي هي زوينه. هاد الدوف هذا راه غزال بزاف. قد ما نشكر لكم يا البنات شحال فن وفيه واحد الرويحه كدوم، يعني واحد ريحه الانتعاش، يعني كتحسي براسك خفيفه وزوينه وكتشد فيك الريحه. الصيف واخا العراق يعني راه ما تشكاوش من الريحه الخايبه نهائيا. يا درتو هاد المراحل وتبعتو هاد الروتينات لا تبعتو هاد الروتين وتبعتو هاد النصائح راه ضروري يعني غادي تكون فيكم واحد الريحه اللي هي زوينه، سواء تكوني خدامه ولا مزوجه ولا يعني راه الريحه غتكون فيك فنه. ومعنا هاد الستيك هذا اللي من الخيار، راه شاركت معكم شحال من مره هذا ديال الخيار مع ديال الكوكو. انا هاد المره بغيت ندير الخيار وبغيت نشاركو معكم، يعني راه زوين هاد الستيك هذا. وحتى الديودورون ديالو راه فن، يعني ما بقيتش كندير انا الديودورون، كندير غير بحال هكا ستيك، يعني كيعطيني واحد الريحه اللي هي زوينه، واحد رائحه الانتعاش، العرق ما كيبقاش، الرويحه الزوينه كتكون فيك. يعني من بعد لا دوش ديالك ومن بعد نشفي المنطقه مزيان، يعني ما يبقاش فيها الماء، وديري ليا هاد الستيك هذا ديال دوف راه كيعطيك واحد الانتعاش، واحد الرويحه غزاله فنه. يعني يعشقوا الناس يشموك ويجلسوا حداك ويبقاو يسولوك على السر اللي كديري ولا الروتين اللي كديري باش حتى هما يديروه. ويا اختي هذا هو السر وهذا هو الروتين. المهم غير حيدي العكس وديري ليا هادشي اللي هاد المنتجات راهم رخاصين وزوينين في المتناول. غير حيدي العكس. وهاد الشامبوان ديال ميكسا واخا هو ديال لي بيبي كيعجبني هاد المنتج هذا زوين، كيرد لي الشعر نقي وكيعطيني واحد لا بريونس وكيعطي واحد الرويحه اللي هي زوينه بزاف. واخا كنستعملو لقيت فيه واحد النتيجه اللي هي زوينه وبغيتك حتى انت تستعمليه. البنات اللي مازال ما جربوهش يجربوه، راه النتيجه ديالو واو فنه. واحد المنتجات البنات كلهم فنين غزالين،
ديال دوف. الا عندك اختي ما احسن ديري، ولا كنتي درويشه بحالي ديري بحال هاد المنتجات راه فني. البنات هنايا وجدت معاكم بيجامه اللي هي زوينه صيفيه، ولا كولور ديالها زوين فن، يعني كتعجبني، والفصاله ديالها غزاله وخفيفه. يعني هذه راه شريتها غير ب50 درهم البنات، لا غلا على مسكين. اللي بغات تقاد راسها راه تقادو غير بشي حاجه بسيطه، راه ماشي الا ما كانش عندك يعني ما غاديش تقابلي راسك، ما غاديش تهتمي براسك، ما تهلايش في راسك. راه ضروري واخا الحاجه تكون رخيصه راه كتجي زوينه، المهم الحاجه نقيه ومتوله بحال هكا. يعني هاد البيجامه فن عجباتني واخا راها رخيصه. نشارك معك اختي واحد المعطر اللي هو زوين فن 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 فن. هذا ديال الجسم ديال روعه، شحال غزال، يعني كيعطيك واحد الرويحه اللي هي فن فن فن، كتشم فيك طول النهار وانت كتشم فيك هاد الريحه زوينه بزاف ورخيصه وما غالياش، يعني ديال الدراوش. هذا الروتين هذا كله راه ما فيهش بزاف ديال التكلفه، بامكان اي وحده ديرو. المهم هذا روعه، اميره العرب، راه زوين بزاف هذا العطر هذا فن، يعني زويون. ويا اختي هذا دوف هذا حتى هو رطبي بعدا عاد باش ديري داك الريحه، يعني باش كتبقى لاصقه فيك هذيك الريحه اللي هي زوينه، ريحه النقاوه، ريحه الانوثه. من كنقولوا شي حاجه زوينه وكنقولوا انثى، يعني راه شي حاجه واو، شي حاجه فن، شي حاجه كيوت، شي حاجه غزاله بزاف. يعني طلعي ديك الانوثه اللي فيك واهتمي براسك، يعني تهلاي في راسك قدر المستطاع ولو باقل الاشياء، يعني بقل ثمن. وضروري يا اختي شي سيروم هكا يكون زوين مفضل. انا عندي هذا الكيراتين الذهبي، شحال زويون، كيحمي لكم الزغبه وكيعطيكم واحد الرويحه اللي في الشعر ديالكم، يعني كيرد الشعر ديالكم فيه واحد الريحه اللي هي زوينه بزاف. وراه كاين انواع كثيره، ممكن ديري نتي اي عطر، اي كيراتين، اي حاجه. يعني هذا راه كيحمي لكم الشعر من السيشوار ولا من البلاك، يعني هذا راه ما كنبدلوش. البنات اللي متبعيني راه هذا اللي كندير دائما، لقيت عليه واحد النتيجه اللي هي غزاله بزاف. هذا هو هذا البنات المهتمات. وهذا مرطب، شحال فن هذا ديال العسل، كرد لكم الشنيفات ديالكم فنين غزالين روعه. ها هو هذا البنات اللي مهتمات، شحال هو زويون، ها نتوما فن، كرد لكم الشنيفات ديالكم رطيطبين وزوينين. وضروري يا اختي ما توفروا على شي مشيطه بحال هكايا. الا بغيتو ديروا الريحه في الشعر ديالكم، خذوا الريحه اللي هي زوينه مفضله عندكم. عندي انا هذا ديال دريم، فن فن، واحد الريحه غزاله بزاف، كتصوطو بحال هكا وتتمشطي الشعر ديالك، تتسرحيه. المشطه معطره يا البنات، كديروا العطر المفضل ديالكم، من بعد ملي كديروا السيشوار ولا كديروا البلاك، خذوا لي هاد المشطه هادي عطروها وسرحوا الشعر ديالكم، راه كتلصق فيه ديك الريحه وكيبقى الشعر ديالكم مرطب وزوين ومعطر، يعني مده طويله. اللي جلس حداك راه غادي يشم هاد العطر اكيد يا اختي، ومؤكد غتولي كتفحفحي بريحه النقاوه وريحه الانوثه. وانتي هي البنات اللي بغاو يحافظوا على الرويحه الزوينه في المنطقه الحساسه ديالهم، عليهم بالفوط الصحيه اللي هي من نانا. هما دوك كيجيو البنات كيجيو زويونين. وضروري من الملابس القطنيه، بلا ما نوريكم الملابس القطنيه راه معروفه، يعني تبعوا هذا الروتين هذا البنات، ما ديروش النيلو، ديروا القطن، يعني هو اللي كيحافظ لكم على ديك المنطقه الحساسه ديالكم، ما كيكونش فيها الاسوداد، ما كيكونش فيها داك الافرازات وداك الروائح الكريهه كما عارفين البنات. ضروري ما توفروا على جيل انتي، وديروا هاد الفوات الصحيه وتبقاو تبدلوهم مره راه كيحافظوا لكم على المنطقه الحساسه ديالكم، كتولي زوينه وكتولي رطيبه وريحتها غزاله بزاف. كي كنقول لكم البنات دائما النصائح، دائما ازاله الشعر الزائد من المنطقه الحساسه بحال هكا، يعني باش ما تكونش فيها دوك الروائح كما كتعرفوا، يعني هذه نصيحه. والبنات اللي كيعانيو من الحساسيه او من الحكه او من شي حاجه، يعني عليهم بهاد الكنطه هذه، ولا بغيتو تبيضوا المنطقه الحساسه ديالكم عليكم بهاد الكنطه هذه، ديروها بالليل والصباح وغسلوا، راه زوينه، راه ما غدير لكم والو، هي راه ديال لي بيبي وراه مفتحه كتفتح، راه زوين بزاف هاد الكنطه هذه، هاد الكريم هذا ديال الكنطه
الفن. وهكا كتحافظوا على المنطقه الحساسه ديالكم والنظافه الشخصيه. ملي كنقولوا النظافه الشخصيه راه ضروري من المنطقه الحساسه واحد الاعتناء، واحد الروتين خاص بها غير هي بوحدها. كما كتعرفوا الفوط الصحيه راه ماشي غير من نانا، راه ماركات كتير، هانتوما خذوا اللي عجبكم. راه شاركت معكم شحال من ماركه راهم زوينين فنين، وتهلا يا اختي في راسك. البنات ملي نقولوا نظافه شخصيه ضروري من الاسنان ومن رائحه الفم الكريهه. البنات اللي عندهم الرائحه ديال الفم ديالهم خايبه، اولا كياكلوا البصله بزاف ولا الثومه بزاف ولا ديك العطريه المجهده، راه كتكون واحد الريحه في الفم راه ما زويناش. وكما كتعرفوا راه الريحه الخايبه بين الازواج راه يعني راه كدير مشكل كبير، ولا في الخدمه ولا مع الناس. كما كتعرفوا ضروري شحال من بنت كتغفل على الريحه، يعني كتكون نقيه وكتكون زوينه وكتكون دايره لي برودوي ولابسه لباس مزيان، ولكن ريحه فمها ما كتنتبهش ليه. فهاد الغسول البنات من الكولكات زوين بزاف، كيعطيكم واحد الريحه واحد الثقه من النفس. ضروري يا البنات تحافظوا على السنينات ديالكم والضحكه اللي هي زوينه. يعني دائما غسلوا السنينات ديالكم بالمعجون ديال الاسنان وديروا الغسول ديال الفم. واللي ما عندهاش الغسول او ما في ماشي او ما في استطاعتهاش انها تشريه، دير غير القرنفل في ماء سخون وتمضمض به، تخليه حتى يطلق مزيان ويبرد وتبقى تمضمض به، راه الريحه ما تضرش بها نهائيا. وكنتمنى البنات هاد الفيديو تستافدوا منها، وما تنسونيش من لي لايك ومن البارطاج وشي تعليق زوين خليت لكم الراحه. بسلامه عليكم، تلقاو فيديو جاي.